ازيكم عاملين ايه؟ ايه رأيكم بقى النهاردة تعالوا نعمل بتنجان مقلي بالخل والثوم. بيبقى في حتة تانية خالص. بصوا شكله. انا كان نفسي اشممكم الريحة بتاعته، ريحته كمان بتبقى حلوة جدا. ينفع بقى مع فطار مع غدا اي حاجة. بصوا بقى البتنجان الاول بنقطعه وبنحط عليه ملح وبنعفره بالدقيق، ومجهزين فلفل حامي وده ثوم مفروم مع فلفل رومي. هنحط عليه نص معلقة صغيرة من الكمون، عليه نص معلقة صغيرة من الملح، وعليه تقريبا ربع كوباية من الخل. وبعد الخل هنحط حبة من المية، تقريبا ربع كوباية او ازيد حاجة بسيطة، وعليهم برضو ايه شوية من المية كده حوالي ربع كوباية برضو. ونقلبهم كويس قوي مع بعض. بعد كده بنقلي البتنجان بتاعنا وبننزل بيه وهو سخن على طول على الخلطة دي. واهم حاجة ان انتوا اول ما تطلعوه وتحطوه في الخلطة دي تغطوا عليه على طول. اهو طلعناه وحطيناه، نغطي عليه ونديله ايه تقليبة كده عشان يشرب من التتبيلة كل البتنجان اللي موجود. وبعد كده عملت برضو شوية فلفل مقلي حامي، ورحت حطاه معاه مع سندوتش طعمية بقى، مع الكشري اللي بعدس اصفر، مع اي حاجة يتاكل كده لوحده. بجد لازم تجربوها، هتعجبكم قوي وطريقته سهلة ما فيهاش اي افتكاسات. واهم حاجة ما تنسوش لو بتعجبكم وصفاتي ما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو حركة الاكسبلور، وجربوا الطريقة دي وهستنى رأيكم في الكومنتات. يلا باي باي.